كرات التمر أو كرات الطاقة من أكتر الوصفات اللي هي اللذيذة جدا وفي نفس الوقت صحية جدا ومش مكلفة خالص. هتبتدي إن احنا نعملها النهاردة مع بعض بأبسط طريقة، وفي نفس الوقت أوريكم أكتر من فكرة نبتدي نعملها فيها. أول حاجة الأساس بتاعها بيكون العجوة وكوباية لنص كوباية من الشوفان المتحمص، بتحمصوه عادي، وادي العجوة زي ما هي، أنا محطتش عليها أي إضافات. بحب قوي إن أنا أحط فيها كمان ربع كوباية من الكاكاو الخام. كل اللي في البال الصغيرة الأحمر دول جوز هند وحبة بركة وسمسم، دول اختياري للإضافة جواها، وللتغليف برضو اللي هو الجوز الهند والسمسم. تعالوا اوريكم بسرعه هنعملها ازاي، واقول لكم على شويه حاجات نقدر ندخلها فيها برضو مفيده للولاد، بس انا ما حطيتهاش دلوقتي. اول حاجه هنجيب العجوه زي ما هي، انا جايباها زي ما هي وحطيتها وحط عليها كل المقادير. كل الفكره بس ان العجوه هنا ناشفه شويه، فتاخد وقت في العجن، لكن لو انتوا عايزينها اسهل هتبتدوا ان انتوا تعجنوها مع جزء من الزبده، شويه من الزبده السايله، او ان انتوا تحطوها في الميكرويف شويه تسخن وتبدا ان هي تبقى لينه شويه. تعجنوها خالص، هتمزجوا كل المقادير اللي احنا قلنا عليها مع بعض. الميزه كمان ان انتوا ممكن تحطوا هنا مثلا حبوب او تحطوا مكسرات، المتوفر عندكم حطوه، واللي الولاد ما بياكلوهوش تحطوه، لان هي فعلا ما بيحسوش بيها خالص من جوه. ممكن برضو عشان ما تنسوش برضو تحطوا رشه ملح خفيف عشان تعدل الحلو بتاع او السكر الزياده بتاع العجوه نفسها. بعد ما بتمزجوها كلها مفيش اي مشكلة، بتبتدوا ان انتوا كل الموضوع تكوروها كور على حجم البق كده، ممكن اصغر من اللي انا عاملاه كمان، بس دي لطيفة برضو، وفي نفس الوقت بتدي كمية. هوريكم في الاخر بتدي تقريبا كام واحدة في الاخر. تكوروها وتغلفوها، وانتوا بعد ما تكوروها بسرعة بتغلفوها عشان تحتفظ بالحرارة بتاعتها، فتاخد التغليف كويس، سواء جوز هند سواء سمسم. وحلو كمان قوي لو غلفتوها بشوكولاتة، طعمها حلو جدا، بس دي قلت اعملها بقى بعدين مش دلوقتي. دي الكمية عملت تقريبا من 28 تقريبا أو 27 حبة بالحجم اللي أنا عاملاه. طبعا لو صغرتوها هتبقى أصغر من كده. حلو بقى في التقديم إن انتوا تعملوها في الكبس الصغيرة دي تحطوها فيها. والميزة كمان إن انتوا لو رايحين لحد مثلا من يعني رايحين زيارة لحد، كمان ممكن إن انتوا تقدموا، يعني تاخدوا دي معاكوا كحاجة بدل ما تشتروا من بره طبعا بأسعار خرافية دلوقتي، تجيبوها وبتعملوها بالشكل ده، بتبقى لطيفة جدا جدا. ودي شكلها بعد ما خلصت. طبعا كان في كمية اكتر من كده، بس انا عشان الطبق ما يتزحمش قوي دي شكلها. وبس كده، لو عجبتكم فكرة القناة متنسوش تشتركوا فيها، ومن أمومة بتكبر بيكم وبتشجع. باي باي.